اهلا بيكم في قناة انا وطفلي. نفسك ابنك يطلع ناجح واثق في نفسه ويعرف يعتمد عليها وياخد قرارات صح، يعني باختصار يبقى قائد في حياته. لكن ساعات بتحسي انك تايهه ووسط كلام كتير، حد يقولك شد عليه وحد تاني يقولك سيبيه على راحته. النهارده هنفك اللغز ده مع بعض، وهقولك على خطوات عمليه بسيطه تقدري تنفذيها من النهارده، وهتشوفي بنفسك ازاي شخصيته هتتغير وتبقى أقوى. اولا، يعني ايه قائد اصلا عند الاطفال؟ القائد مش لازم يبقى مدير شركه ولا رئيس. القائد الحقيقي هو الطفل اللي يعرف يفكر ويقرر وعنده ثقه في نفسه وبيقدر يتعلم من غلطاته وما يستسلمش، ويعرف يتعامل مع غيره ويتعاون معاهم. بمعنى تاني، احنا مش بنربي عشان ينجح في امتحان، بس احنا بنربي عشان شخصيته تبقى قوية للحياة. تاني حاجة، البيئة اللي بتربي القائد. البيت هو أول مدرسة للقيادة. لما الطفل يحس إن البيت مكان آمن بيغلط فيه وبيتعلم، بيطلع شجاع ومبادر. لكن لو كل غلطة وراها زعيق أو عقاب شديد، بيطلع خايف ومش واثق في نفسه. والحل هنا إن احنا نخلي البيت مساحة للتجارب، زي مثلا لو وقع كوباية، بدل ما تعاقبيه قولي له طب نعمل إيه عشان نصلح اللي حصل. هنا هيتعلم يتحمل المسؤولية. في بقى خطوات عملية بتبني شخصية القائد. أول حاجة، لازم نشجعه على اتخاذ القرار. يعني بدل ما نختار ليه كل حاجة، هدومه أو أكله أو لعبه، لازم نديله مساحة للاختيار، لأن الكلام ده بيديله إحساس إنه مسيطر، ومع الوقت بيكبر حس القرار عنده. تاني حاجة مهم جدا، تعلميه يحل مشاكله بنفسه. لو رجع من المدرسة وقال صحابي ما لعبوش معايا، رد الفعل الطبيعي الأم تزعل وتدخل. لكن القائد هنا لازم يتعلم يفكر. لازم تفكري معاه إيه ممكن يعمله بكرة عشان يلعب معاه. هنا بتزرعي فيه مهارة التفكير وحل المشاكل. تالت حاجة، خلي الغلط جزء من التعليم. الطفل اللي بنزعق له جامد على كل غلطة بيخاف يجرب، لكن القائد الحقيقي بيتعلم إن الغلط بداية مش نهاية. يعني لازم تفهميه إن الغلط ده فرصة نعرف نعمل الصح المرة الجاية. رابع حاجة، امدحي المجهود مش النتيجة. يعني بدل ما تقولي برافو جبت 10 من 10، قولي برافو حاولت وذاكرت كويس. ده بيخليه يركز على الاجتهاد مش بس على الدرجة. خامس حاجة، اعملي مساحة للاستقلالية. يعني خليه يشارك في قرارات البيت البسيطة، زي نختار الأكل النهاردة أو نرتب الرف ده ازاي. لما يحس إن صوته مسموع، شخصيته بتكبر. طيب ايه هي الصفات اللي لازم تغرسيها عشان ابنك يبقى قائد؟ اول حاجه، الثقه بالنفس بتيجي من التشجيع مش من المقارنه. لو فضلت تقارنيه بغيره، شوف ابن خالتك احسن منك، الكلام ده هيحطمه. تاني حاجه، المسؤوليه. ابدأي بحاجات صغيره زي انه يلم لعبه او يحط طبق في المطبخ، ومع الوقت حمليه مهام اكبر. بعد كده المرونه والتقبل. القائد هنا مش معناه انه دايما صح. القائد لازم يعرف يسمع غيره ويتعلم. علميه يقول انا غلطت بس هحاول تاني. كمان التعاون، شجعيه يلعب ألعاب جماعية أو يساعد إخواته. التعاون يعلمه يحط نفسه مكان غيره. خليني كمان أقولك على نصايح ذهبية هتفيدك جدا. ما تحاوليش تخرجي طفل مثالي، ركزي على طفل متطور. القائد مش معناه عنيد أو مسيطر. القائد الحقيقي بيعرف يتعاون. أهم من كل حاجة علاقتك بابنك. لو العلاقة مبنية على حب واحترام، أي صفة قيادية هتيجي مع الوقت. وفي الآخر القائد بيتبني من البيت، مش محتاج دروس خصوصية ومش محتاج كورسات. كل اللي محتاجه أم وأب بيدوله فرصة، يسمعوه وبيشجعوه وبيسمحوا للغلط إنه يكون معلم ليه. جربي الخطوات اللي قلناها النهاردة، وقولي لينا في التعليقات إيه أكتر حاجة حسيتي إنها محتاجة تبدأي بيها مع ابنك. ولو عاوزة توصلك كل الفيديوهات اللي هتخلي التربية أهدى وأسهل، ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. وأشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.